الكريم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سيرة من نور. ما زلنا نحن وإياكم في قراءة ماتعة من كتاب صحيح البخاري، نقارنها بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمينا هذا البرنامج سيرة من نور. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بعث بالحق بين يدي الساعة. وما معنى بعث بالحق؟ أي أنزل الله عليه الكتاب وهو القرآن الكريم، والذي أوحي أو الذي أنزل إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، وهذا الكتاب هو العلم. وصلنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب ما جاء في العلم، كما هو ظاهر عندكم في الشاشة. قال: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. قال الإمام البخاري رحمه الله: القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن الثوري أو ورأي الحسن الثوري ومالك القراءة جائزة. ورأى الحسن الثوري ومالك القراءة جائزة. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك، يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. هذا الكتاب أو هذا الباب مشاهدي الكرام خصصه الإمام البخاري في طريقة العلماء في أخذهم العلم بعضهم عن بعض. والأصل أن هذا العلم نزل من عند الله عز وجل. قال سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه الآية الكريمة اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم أصله وبدايته هو من عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالإنسان جاهل بخلقته، جاهل بطبعه. فلولا الله الذي علمه وآتاه وسائل التعليم السمع والبصر والفؤاد لكان مثل الحيوانات، لكن الله عز وجل كرمه. ولذلك قال ربنا سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها. فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء، ومعنى الأسماء هنا أي كل العلوم الذي يحتاجها آدم ليكون خليفة الله في أرضه علمه. ولذلك آدم عليه السلام كان مزارعا، وكان مهندسا، وكان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندما أنت ترى بناء الكعبة المشرفة على أن الذي بناها على الراجح هو آدم عليه السلام وليس الملائكة. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام هو المأمور
أن يعبد الله عز وجل في الأرض، وأن يبني المساجد وأن يبني المقدسات. فبنى آدم عليه السلام الكعبة المشرفة، ليس في شكلها الذي نراه اليوم، بل في شكل مستطيل الهندسة، في ارتفاع تقريبا في طول آدم عليه السلام 30 ذراعا، وبمساحة لا تحضرني الآن، لكن أهل العلم ذكروها. لم يكن حجر إسماعيل خارجا عن الكعبة المشرفة، أخرجته قريش لما قصرت بهم النفقة، فجمعوا كرائم أموالهم وأبعدوا الربا والحرام. سبحان الله، كانوا يعرفون الحق من الباطل. وكانت أيضا تصلهم رسالة إبراهيم عليه السلام في التوحيد، ويعلمون أن هذه الأمور والقاذورات والإشراك بالله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى وكفر به. الحاصل أن لما جاءوا يبنون الكعبة المشرفة على حقيقتها ما استطاع، النفقة لم تمكنهم، فبنوها على الشكل الذي أنتم اليوم ترونه. كذلك الراجح في أن الذي بنى أيضا بيت المقدس في مساحته الكبرى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام أيضا، وليس سليمان، لأن بين بناء الكعبة وبين بناء بيت المقدس 40 سنة، و40 سنة في أعمار أولئك القوم تعتبر لا شيء، يعني كأنها 40 يوما. فالغالب أيضا الذي بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام. ما الشاهد من هذا الإيراد؟ الشاهد أن بناء المسجد الأقصى أيضا بناء هندسي جميل على شكل مستطيل. فمن علم آدم هذه الهندسة وهذا البناء المعماري الدقيق؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وعلم آدم الأسماء كلها. العلم مكانته عظيمة وشريفة، يكفي في أهل العلم شرفا ومكانة وسؤددا أن الله عز وجل جعلهم في مصاف من يشهد لله سبحانه وتعالى بالعبودية والوحدانية والتعظيم والتأله. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأولو العلم هم أحد الشهداء بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، المستحق للتعظيم، المستحق لأن تنزل له الجباه تعظيما واحتراما وتوقيرا وتقديرا ومحبة وإجلالا. هذه المعاني السامية التي تكون في قلب الإنسان خلقه الله عز وجل، وخلق فيه هذه المعاني من أجل أن يصرفها له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كذلك رفع الله عز وجل شأن العلماء بأن جعلهم ورثة الأنبياء، فالعالم كأنه نبي غير أنه لا يوحى إليه. العالم الرباني الذي يعمل بالكتاب والسنة كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، شيخ القرضاوي والألباني وابن عثيمين وأئمة الدنيا الذين شهد لهم الناس بالخير. اليوم من أئمتنا شيخنا الشيخ محمد الددو، شيخنا الشيخ العلامة محمد الصقير، وشيخنا الشيخ علي القرداغي، عصام البشير، علام الأستاذ، وهكذا يجعل الله عز وجل في كل زمن من الأزمان علماء ينطقون بالحق لا يخشون في الله لومة لائم، ينشر بهم الله عز وجل هذا الدين. وهذا يندرج تحت قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن رب العالمين يترك البشرية دون ما يقيم عليهم الحجة من أنبياء أو من علماء.
ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ليس بعده نبي، لكن العلماء هم ورثة الأنبياء، لذلك يجب احترامهم وتقديرهم كما احترام الأنبياء والرسل، لأن هؤلاء هم ورثة الأنبياء، ففي قلوبهم وفي صدورهم من العلم ما يجعلك تحترمهم وتقدرهم. هذا العلم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالزيادة منه، فقال تعالى: وقل ربي زدني علما. وقد نزل هذا العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة منجما على الأحداث، وليت علماءنا ومشايخنا يقوموا بسرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على التاريخ. أنا أعتقد أن هذا لا يعجزهم أن يسردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سردا كما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتاريخ. أعتقد أن هذا يندرج تحت قوله تعالى: وإنا له لحافظون. فكما حفظ الله هذه السنة النبوية فهيأ لها كالإمام البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والحفاظ والأئمة العظام، كذلك بالإمكان أن يقوم الناس اليوم مع توفر وسائل يعني الحاسب الآلي وغيره في سرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تاريخيا. القرآن الكريم بلا شك قراءته توقيفية وترتيبه توقيفي أيضا، هو من عند الله عز وجل، فلا تستطيع أنك تطبع المصحف على مرادك أو على مزاجك، فإن هذا الترتيب قد رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وهكذا. ولكن بعض العلماء كتبوا القرآن الكريم من باب التعليم منجما كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسباب النزول. ولا شك مشاهدي الأكارم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنه مع ذلك فإنك تستفيد فيما يتعلق بقراءتك للقرآن الكريم منجما كما أنزل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معلما في المساجد فحسب، بل كان يمشي بين الناس في الأسواق وفي المجتمعات والأندية والخيم، ويسافر ويأتي ويذهب، وكان لسانه صلى الله عليه وسلم كله ينطق علما. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهذه كناية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلط بين الناس. فجميل جدا أن يقوم علماؤنا في هذا العصر بكتابة السيرة النبوية أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتاريخ، فيقولون مثلا العام الأول أو ما قبل العام الأول، فيسردون كل الأحاديث التي وردت قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون بالعام الأول الذي هو عام الفيل الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيسردون الأحاديث التي تتكلم عن هذا. كذلك ينطلقون بعد ذلك إلى العام الثاني، وأعني بالأعوام ليست ولادة النبي عليه السلام فحسب، بل أعني بالأعوام أعوام فترة النبوة 23 سنة. هذه فترة النبوة الفترة الذهبية التي بلغ فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأتم الله علينا الدين والنعمة، ينبغي علينا أن نكتبها كأن النبي صلى الله عليه وسلم حي موجود بيننا. وبالفعل فإن كانت روحه بين يدي الله تبارك وتعالى، إلا أن علمه وسنته الطاهرة كأنه حي عليه الصلاة والسلام. ويكفي أن الله عز وجل رفع اسمه بيننا، يعني نذكره صلى الله عليه وسلم 5 أوقات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فهذا النداء في جميع بلدان العالم وفي جميع الأصقاع، بل أن السنة جاءت إذا كانوا الناس 3
أن يقوم أحدهم بالأذان، وإذا كانوا في مرحلة السفر مثلا يقوم أحدهم فيؤذن والآخر يقيم ويصلي بهم إمام. هذا كله إثبات لهذه الرسالة النبوية الطاهرة وبقائها مدى الحياة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. هذا القرآن الكريم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقرأه صلى الله عليه وسلم على جبريل ب10 أحرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة الكرام فسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايات. القرآن الكريم هو ولكن أحرفه وتلاوته تختلف، كما هو معروف في علم القراءات. وقد اصطفى الله عز وجل من القراء ما هم معروفين بين أهل العلم، وهذا اصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نسأل الله تعالى أن يصطفينا من بين خلقه، ونكون أيضا من القادة ممن أنعم الله عليهم واختصهم بمنه وكرمه، والله يختص برحمته من يشاء. نسأل الله أن يختصنا برحمته. هذا الاختصاص الذي كان لحفص وكان لشعبة وكان لورش وكان لأبي عمرو لحمزة للكوفي كل هؤلاء الأئمة اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نخرج بعيد، فتلقاه النبي عليه السلام من جبريل، وتلقاه الصحابة من رسول الله، وتلقاه التابعون من الصحابة الكرام حتى وصل إلينا. واليوم يحفظ القرآن الكريم في قلوب ملايين من البشر، إن لم أقل بلايين. وأثناء أمة المليار ما من أحد منهم إلا وقد حفظ القرآن الكريم أو بعض من كتاب الله تبارك وتعالى. 2 مليار من البشر يقرؤون هذا القرآن ولا بد حتى يستطيعوا أن يصلوا على الأقل الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، لا بد أن يقرأها الجميع. قال تعالى: وقل رب زدني علما. هذا هو العلم. الإمام البخاري رحمه الله هنا في هذا الباب يذكر لنا كيف تلقى الأئمة هذا العلم وكيف نشروه. فإذا كان الصحابة تلقوا هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان القرآن الكريم أو السنة النبوية، ونقلوه إلى أبنائهم من التابعين وأبنائهم نقلوه، فهو يذكر كيف تم تحصل هذا القرآن وهذا العلم. سبحان الله، تجد أن الله عز وجل خص هذه الأمة بالإسناد، فما في معلومة عن الدين حلال أو حرام تأتي دون ما يكون هناك سند عن فلان، عن من سمعت هذا، عن فلان، وفلان عن من سمعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تطور الأمر حتى كتبت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الثالث أو الرابع. طبعا بداية الكتابة كانت في القرن الأول في زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن اجتهد الناس في كتابة السنة النبوية في عهد الإمام الزهري رحمه الله تعالى، ثم بدأوا الناس يكتبون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح بعض الناس لا يحدث إلا من كتابه. وممن ألف من الكتب الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيرهم من الأئمة، ومنهم أيضا الإمام البخاري. الإمام البخاري هو قريب، عهده قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبين النبي عليه السلام إلا 2 أو 3. قال الإمام البخاري: حدثنا، يعني يقول لك أعلى الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أعلى الأسانيد، وهذه كانت للإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن طريقة النقل من العلماء
هو الذي يحدثنا به الإمام البخاري، فيقول القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. يعني قديما كانوا يعني يقرؤون من حفظهم، ضبط الصدر أقوى من ضبط الكتاب، كما هو معروف في مصطلح الحديث، ضبط الصدر أقوى من ضبط الكتاب. ولكن الكتاب أيضا في ذاته هو أيضا جائز. وهنا هو يذكر ويشير، كأنما يشير هنا ورأى يعني الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، كأنه يشير هنا إلى أن هناك خلاف في عدم الجواز، ولكن استقر رأي المحدثين بجواز القراءة على العالم من كتابه. نعم. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. حديث ضمام بن ثعلبة النبي أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنا، فسأله عن بعض الشرائع فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى قومه فأسلموا. قال فأجازوه كأنهم قبلوا منه بهذه الطريقة، فيستدلون بأن مجرد السماع دون القراءة يجوز، أو أن هذه يعتبرونها شيئا من القراءة. كذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة تشكيل أحيانا لا يتبين. نعم. قال احتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. كل هذه طرق للاعتماد وللإجازة. فالعالم قد يقرأ من كتابه والقوم يسمعون، وهذا كأنما هو حدثهم. نعم. أو أن الطالب يقرأ والعالم يسمع، الطالب يقرأ من كتاب العالم والعالم يسمع، وهذا أيضا إجازة. ثم تطور الأمر إلى أن العالم يجيز طلبته بجميع كتبه، يقول أجزتكم أن ترووا عن كتبي سواء قرأوا أو لم يقرأوا. هذه الإجازة أيضا اعتمدها أهل العلم، وهذا الحمد لله تسيير وتسهيل لأهل العلم حتى يعني يكون لهم شرف. فالكتابة في الأسانيد، كتابة اسم الشخص في الأسانيد هي كتابة شرف، ولا يعني بالضرورة ذلك أنه عالم، لكن كونه يأخذ هذا العلم ويهتم به ويسرد اسمه ضمن سلسلة الأئمة الكبار فهو شرف بلا شك. اليوم الناس تتشرف بأن تتصور مع اللاعب الفلاني والممثل الفلاني والمصارع الفلاني، وهم هؤلاء يعني لا قيمة لهم ولا نفع لهم، فليس بمن يعني يسابق ويسارع فيسجل اسمه ضمن سلسلة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت موجود فيها. ليس هذا شرف عظيم؟ لذلك الحريص عليه قلة، وقليل من عبادي الشكور، الله يجعلنا وإياكم منهم. فتحرص أن يكون عندك هكذا ضمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، نفس المعنى وهذا هو السند. قال لا بأس بالقراءة على العالم، هذا رأي الحسن البصري رحمه الله تعالى. كذلك قال الإمام البخاري وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، يعني بدل أن تقول أقرأني تقول حدثني، لا بأس بذلك، كأنه حدثك وكأنه أخبرك. قال أيضا في كتاب العلم قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم
وقراءته سواء. القراءة على العالم وقراءته سواء، كلام جميل، يعني بمعنى واحد سواء قرأ العالم أو قرئ عليه وهو يسمع. وهذا هو الذي أخذناه أيضا عن مشايخنا في الحرمين الشريفين، خصوصا في المدينة المنورة. كان طلبة العلم يقرؤون على الشيخ عبد المحسن العباد، وكان هو أيضا يستمع ويجيزهم ويشرح الكتب الستة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا استمر الناس ينقلون هذا العلم كابر عن كابر بهذه الطريقة إلى يومنا هذا. فالعالم يقرأ أو يقرأ عليه ويجيز طلبة العلم. ثم جاءت الجامعات وأصبحت هي التي اليوم تشهد بالشهادات لطلبة البكالوريوس أو الليسانس أو الماجستير والدكتوراه بطريقة الغربية المعروفة. لكن قديما كان الناس يجيزون طالب العلم انطلاقا من المساجد التي حقيقة كانت هي التي تدرس فيها العلوم الشرعية، ثم تطور بعد ذلك العلم كما لا يخفى على شريف علمكم. هذا هو درسنا اليوم، وهو طريقة قراءة العلماء على العلماء أيضا. فالعالم يحدث عن العالم ويقرأ عليه ويأخذ منه ويجيزه، والعكس بالعكس أيضا، وطالب العلم كذلك. ولا يزال الناس يعني ينقلون بعضهم عن بعض. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا اتباع سنته ومنهجه، ونعوذ بالله أن نضل عن منهجه صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا. قبل أن أختم، من الأشياء الجميلة التي بدأت تظهر في هذا العصر مجالس السماع سبحان الله أحيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فمع انشغالات الناس اليوم، هذه المجالس التي يعني تجعلك تستمع إلى حديث صحيح البخاري أكثر من 2400 حديث تسمعه سردا، وكذلك صحيح مسلم والكتب الستة والتسعة وغيرها، تستمع إلى هذه الأحاديث في مجالس في يومين وثلاثة، وبعضهم في أسبوع أسبوعين، وفيها فائدة كبيرة. أولا فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فيها المراجعة للعلم، وفيها استحضار النصوص الشرعية، وفيها إحياء أيضا لهذه الكتب والمصادر العظيمة التي حقيقة يعني حفظ الله عز وجل بها الدين. يعني أتمنى أن قناة سلام أيضا تعمل مجلسا لسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخنا الشيخ مثلا يحيى الغوثاني، أو شيخنا الشيخ وصفي عاشور أبو زيد، أو أي إمام من الأئمة الموجودين بهذا. إن شاء الله نرتب معهم ويكون عندنا هذه المجالس الطيبة المباركة. سبحانك يا ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جلك، ولا إله غيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي